اهلا بيكم حبايبي. انا في البدايه الاول عايزه اقول لكم ان حسام ابني قال لي يا ماما انا هشتغل وانت تتكلمي بصوتك. قلت له ماشي يا حبيب قلبي. يعني ايده هو. عشان يجربوا بقى ويشوفوا عمايل ايديا انا بقى. يعني الايد دي ايد حسام مش ايدي يا جماعه. شوفوا الطبق وجماله، مكرونه بالكبده والصوص الريحان والكزبره الخضراء فظيعه ورهيبه. انا عندي المكونات بتاعه توابل الوصفه بتاعتي عباره عن ملح وكزبره ناشفه وفلفل اسود، وطبعا انا طحنتهم مع قرون فلفل حامي. لو عندك بقى هون هتحطي انتي الكزبره حصى والفلفل الاسود حصى وملح خشن، وهتطحنيهم بالهون، بتبقى برضو ليها رونق تاني خالص. والتتبيله دي يا جماعه قويه جدا. عندي الكبده بتاعتي خليت الجزار شال القشره بتاعتها، وهبدا ان انا اقطعها، او حسام اللي بيقطعها. انا اللي بقطعها يا شيف بعد اذنك. هتتقطع قطع كده صغيره، يعني مش كبيره، علشان وانتي بتاكليها ما تبقاش كبيره في الاكل مع المكرونه. هبدا بعد كده اني انا هتبل الكبده دي. عندي 3-4 فصوص من الثوم، وكل المكونات موجوده في الكابشن، ومعلقه كبيره من بهارات الوصفه، وعصير ليمونه، وهقلبها كويس قوي، وهسيبها 10 دقايق بس، مش هخليها كتير في التتبيله. بعد كده هاجي لمرحله سلق المكرونه. برضو حسام حط المكرونه قبل ما يحط الملح. دي قله خبره مني يا شيف، معلش سامحيني. وبعد كده هنسيبها بس من 8 ل 10 دقايق. في الفترة دي هكون أنا شوحت الكبدة وعملت الصوص الريحان الخطير. الصوص مكوناته عبارة عن 4 فصوص توم ومعلقة كبيرة من بهارات الوصفة، وعندي نص كوباية من زيت الزيتون أو الزيت العادي، وأوراق حزمة من الريحان، وأوراق نص حزمة من الكزبرة الخضراء، وعصير نص ليمونة. بس أنا كان الريحان عندي قليل قوي، جيت أسأل ما عرفتش أجيب، ما لقيتش تاني. المهم حتى يعني هنعمها كويس قوي في الكبة. وبعد كده أبدأ إن أنا أجيب طاسة وتكون سخنة قوي قوي. هنزل في الطاسة بحوالي 3 فصوص من شرايح الثوم، وقرن فلفل حامي، بس أنا مش هحطه علشان عندي في ناس ما بياكلوش الشطة، الحاجات الحامية، وحسام هو اللي هياكلها في الآخر. وبعد كده هبدأ أنزل عليها بالكبدة اللي أنا سبتها حوالي 10 دقايق. والكبدة مش هقعدها على النار وهي بتتشوح أكتر من دقيقة ونص، وهقلبها كويس قوي. وبعد كده هنزل عليها برشة من بهارات الوصفة، وهقلب برضو كويس جدا. وبعد كده هنزل بعد كده أنا طبعا المكرونة اللي احنا سلقينها، واقلبها من تحت لفوق كويس عشان عايز اقول لك الريحه تحفه. الريحه يا جماعه رهيبه. ريحه خبلان والله. والطعم قبل ما نحط صوص الريحان عليها الصوص ده تحفه. فظيعه فظيعه فظيعه. فانا عايزاكم يا جماعه بجد الوصفه دي يا ريت تجربوها، لان ما لو ما عملتوهاش بجد هتندموا. وصفه خطيره وروعه، طعم وكل حاجه فيها جميله. وإذا عجبكم الفيديو طبعا، ولو بتتفرجوا عليا لغاية دلوقتي أنا بشكركم جدا. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الفولو واللايك والشير. وحسام اهو يعني انا عايزهم حط الفلفل الأحمر عشان هو بيحب الشطة. يجربوها بالشطة طعمها رهيب. حاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص، خيال، طعمها خيال بالشطة. واستنوني إن شاء الله يا جماعة في فيديو تاني ووصفة تانية.